الشهر ده وبس هاخد 5000 جنيه واهرب. خد بالك، هما ما بيحبوش الناس الغريبة. أخيرا أخيرا جيت عشان تحل محلنا. تعالى هنوريك الحقيقة. ما تنسوش تدعوا لاخواتكم وصلوا على نبينا الكريم، وبسم الله نبدأ قصتنا. بطل قصتنا النهاردة اسمه أحمد. قبل ما يتولد أحمد بكام سنة كانت مستشفى الشفا أشهر مستشفيات المدينة، ومعروفة بتميزها في الجراحات النادرة. بس في أوائل التسعينات بدأت شائعات تنتشر عن حوادث غريبة، زي إن مرضى بيختفوا بالليل، وناس بتصرخ من غرف العمليات المقفولة، ودكاترة بيتكلموا عن حاجات بتتحرك في الممرات. في 15 نوفمبر سنة 95 حصل حريق مفاجئ في جناح الطوارئ، والنار انتشرت بسرعة غريبة. بس الغريب إن المصابين ما هربوش، لكن شافوهم في أماكن غريبة جدا، بعضهم ميت في غرف مقفولة، وناس مربوطة في سرايرها كأن حد منعهم أصلا إن هم يهربوا. والأخبار الرسمية قالت إن الحريق كان حادث، لكن العاملين اللي نجوا من الحادثة أكدوا إنهم شافوا كذا ظل بدون ملامح ولا وش، وبتتحرك وسط الدخان. وبعدها بيومين اختفى كل الطاقم الطبي والممرضين، ومنهم الجراح الشهير دكتور خالد اللي مش لاقين له أي أثر إلا الكارنيه الطبي اللي غرقان في دمه. اتقفلت المستشفى وبقت ملعونة في نظر الناس، والحكومة حاولت بيعها، لكن المشترين كانوا كلهم بيهربوا بعد أيام قليلة، لأنهم بيسمعوا فيها أصوات بالليل، وبيشوفوا عرايس ألعاب بتتحرك في غرف الأطفال المهجورة. دي كانت قصة المستشفى. أما أحمد فما كانش عنده رفاهية الخوف، بعد لما اتطرد من شغله في مصنع الأساس وتراكمت عليه الديون، وملقاش قدامه إلا إنه يقبل بالوظيفة دي اللي هي حارس أمني بالليل في مستشفى الشفا. الشهر ده وبس هاخد 5000 جنيه واهرب، ده اللي قاله لنفسه أحمد وهو بيوقع العقد. بالنسبة لمالك المستشفى الحالي فهو تاجر تحف غامض، وأكد له إن المكان مجرد مخزن مؤقت للأجهزة الطبية القديمة، وإنه هيتم بيعه قريب، لكن ما قالوش عن الجراح اللي بيتكلم كل ليلة بعد نص الليل، وإن الأبواب الغرف المغلقة كلها بتتفتح لوحدها، ولا عن الأسانسير اللي بينزل لأدوار مش موجودة أصلا. أحمد كان عارف إن شغله الجديد كحارس ليلي في مستشفى الشفا القديمة مش هيكون سهل أبدا. المكان ده مهجور من أيام التسعينات، والكل بيحكي عنه حكايات مرعبة، وعن ناس ماتوا فيه بطريقة غريبة، وعن دكاترة وممرضين اختفوا. وفي أول ليلة قعد يمشي أحمد بالكشاف بتاعه، وكان بيستكشف المستشفى، وكان بيتفرج على الحيطان، الكلام اللي مكتوب عليها، والأبواب المصدية اللي بتعمل صوت صرخات مكتومة، والجو كان عامر بريحة العفن والكلور القديم. بدأ أحمد مناوبته من الدور الأرضي كالعادة، وكل حاجة كانت ساكنة، لغاية ما سمع أحمد صوت خطوات خفيفة وراه. زعق وقال مين اللي هناك، بس طبعا محدش رد. ولما وصل لغرفة الاستقبال القديمة لاحظ إن التليفون القديم اللي على المكتب كان فيه حرارة، مع إن الخط مقطوع من سنين. قرب منه بالراحة، وبعدين سمع صوت همس غريب بيقول خد بالك، هما ما بيحبوش الناس الغريبة. أحمد حس إن شعره وقف وجري بعيد، لكن رجله اتكعبلت في حاجة، ولما بص لقاه الاي دي الطبي القديم اللي مكتوب عليه اسم دكتور خالد. في الدور الأول الغرف كانت فوضوية، وكان السراير الحديد بتتحرك لوحدها، وكأن في حد نايم عليه. في غرفة الأشعة الشاشات المهمشة لسه بتعرض صور مشوهة للمرضى، رغم إن الكهرباء مقطوعة من زمان. وفجأة سمع بكاء بنت صغيرة جاي من آخر الممر، وراح ورا الصوت لغاية ما وصل لغرفة الأطفال، وهناك لقى دمية قديمة قاعدة على كرسي وعينيها بتلمع ومبرقة فيه. سمع همس وراه بيقول لعبتي لعبتي. لما لف ملقاش أي حاجة، لكن الدمية كانت اختفت.
قرر يرجع للدور الأرضي، لكن الأسانسير القديم فتح قدامه من نفسه بالرغم إن الكهرباء مقطوعة، وسمع صوت خفيف بيقول تعالى هنوريك الحقيقة. دخل الأسانسير ومفيش أزرار، بس سهم واحد اللي بيوصل لتحت لدور مش موجود أصلا. حس إن في حاجة بتشده إنه ينزل. الأسانسير وقف فجأة وفتح على ممر ضلمة جدا، والهوا كان تقيل والحيطان عليها كلام غريب مكتوب مثلا ما تثقش فيهم وهم بياكلوا الأحياء. وفي آخر الممر لقى باب حديد عليه علامة ممنوع الدخول. من جواه سمع ناس بتتمتم زي ما يكونوا بيحاولوا يوصلوا رسالة بلغة هو مش فاهمها. زق الباب ببطء ولقى غرفة عمليات مظلمة في النص، وطاولة عليها جثة متغطية بملاية بيضة. ولما قرب للجثة قامت فجأة وقعد راجل من غير عينين وابتسم له. أخيرا جيت عشان تحل محلنا. أحمد طلع يهرب بجنون، والمبنى كله بيتهز وراه، والأبواب بتتقفل لوحدها، والأصوات بتضحك في الضلمة. ولما وصل للباب الرئيسي لقاه مقفول بسلسلة قديمة ومكتوب ما ينفعش تهرب، انت بقيت مننا دلوقتي. تاني يوم لقوا جزمة أحمد والكشاف بتاعه عند باب المستشفى، لكنه نفسه اختفى من غير أي أثر تاني. وبعد أسبوع عينوا حارس جديد، وسمع صوت همس في الراديو بيقوله خد بالك هما ما بيسمحوش بالغرباء، اهرب. وبكده بارت 1 خلص. استنونا في بارت 2 عشان نعرف الحارس الجديد ده هيحل اللغز ولا هيروح من غير أي أثر هو كمان. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب سلام.